جماعة أنا لقيت السرداب بتاع عمر أفندي، تعالى أوريهولكوا تعالى. البيت اللي ورايا ده اتصور فيه شوية أفلام، إنما حكاية من ضمنهم فيلم عالمي لجيمس بوند هقول لكم عليها. بس الأول خليني أحكي لكم حكاية البيت اللي اشتراه ضابط ودكتور إنجليزي اسمه جاير أندرسون. لما تبصوا على البيت هتلاقوه إن هو بيت واحد، لكن هو في الحقيقة بيتين، بيت اسمه أمنة وبيت الكريتلية. جه جاير أندرسون عمل الجسر اللي ما بينهم ده علشان يوصل البيتين ببعض لما أخد البيت. يلا بينا احكي لكم الحكايه وندخل جوه آلة الزمن وب10 جنيه بس. يلا بينا. الحكاية ابتدت سنة 1540 لما قرر المعلم عبد القادر الحداد إنه يبني بيت في مكان مرتفع. ما هو البيت ده أعلى قمة جبل يشكر في السيدة زينب. وبعد سنين طويلة جدا جه واحد اسمه الحاج محمد الجزار علشان يبني بيت جنب بيت المعلم عبد القادر. وفي بداية القرن ال19 جت ست من كريت اشترت بيت الجزار واتسمى ببيت الكريتلية. وجت ست من الصعيد اسمها أمنة اشترت بيت المعلم فاتسمى ببيت أمنة. جاير أندرسون بقى لما كان في مصر عدى على البيتين دول وعجبوه جدا وفضل بذاكرته وما كانش قادر ينساه. ومن حظه تقرر الحكومة سنة 1935 إنهم يهدوا البيتين لأن حالتهم كانت سيئة جدا. فلما جاير أندرسون عرف بالموضوع ده راح للحكومة وعرض عليهم إنه ياخد البيتين ويرممهم ويعيش فيهم ويجيب مجموعة نادرة من التحف والآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية ويحطهم في البيتين دول، ويوصي إنه لما يموت أو يمشي من مصر إن البيت ده يتعمل متحف للمصريين. وفعلا الحكومة استجابت لطلبه واديته البيتين. وجاير أندرسون دفع فلوس كتير جدا علشان يرممهم على نفس الطراز بتاعهم. فعلا لما تروحوا المتحف هتحسوا إن انتوا دخلتوا جوه زمن كل حاجة فيه كانت جميلة وهادية. بجد اللي مزارش المتحف ده فايته كتير قوي. المتحف مليان حكايات وأسرار كتير، لو حابين أحكي لكم عليها اكتبولي في الكومنتس. بس دلوقتي بقى تعالى أقول لكم على الأفلام والمسلسلات اللي اتصورت في بيت الكريتلية. مبدئيا كده الحوش ده اتصور فيه فيلم سعد اليتيم بتاع أحمد زكي ونجلاء فتحي وفريد شوقي. بيت الكريتلية كان بيت فريد شوقي في الفيلم وتصور مشاهد كتير في البيت ده. وبره البيت اتصور مشاهد من الفيلم لأحمد زكي ونجلاء فتحي وهم ماشيين في المكان ده. على فكرة السلالم دي برضو اتصور فيها مشاهد من فيلم سعد اليتيم. أما القاعة الشتوية دي بقى فتمثل فيها أغنية للسندريلا الجميلة سعاد حسني. دي القاعة اللي غنت فيها سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي أغنية بنوبانو على أصلكوا بيني. الأغنية دي أنا بحبها قوي. دلوقتي بتخيل الأغنية والجو بتاع الأغنية والأجواء والكاست اللي كان موجود وسعاد حسني وهي بتغني. القاعة دي كانت مخصصة للرجال، كانوا بيقعدوا هنا فيها زي طبلية أو ترابيزة من حجر الألاباستر اللي هو المرمر الألاباستر. الحجر ده محفور عليه آيات من سورة نوح. تعالوا أوريكم بقى المكان اللي اتصور فيه فيلم الحرافيش. مقعد الصيفي ببيت الكريتلية، المكان اللي اتصور فيه مشهد من فيلم الحرافيش. في مشاهد تانية اتصورت في أماكن مختلفة في البيت، بس المشاهد اللي اتصورت في المكان ده كانت مميزة ومهمة في أحداث الفيلم. وكمان اتصور هنا مشهد من فيلم بين القصرين. أما قاعة الحرملة تتصور فيها فيلمين، فيلم التوت والنبوت وفيلم بين القصرين. طبعا الفيلمين دول من الافلام التاريخيه يعتبر، وبين القصرين كانت روايه لنجيب محفوظ واتمثلت واتعملت فيلم حلو جدا بنتفرج عليه لحد دلوقتي. كمان التوت والنبوت. انا عايزاكم تبصوا لتفاصيل الاوضه عامله ازاي، حتى الكراسي اللي كانت موجوده في الفيلم موجوده، لسه موجوده لحد دلوقتي. اما سطوح البيت اتصور فيه فيلم عالمي لجيمس بوند وهو سباي هو لافد مي، الجاسوسة التي أحبتني. كمان فيلم الفيل الأزرق اتصور مشهد من مشاهد الفيلم على السطوح هنا. السطوح بيطل على جامع ابن طولون، وده برضو له قصة وحكاية من 1000 سنة هحكي لكم عليها في فيديو تاني. ودلوقتي هندخل على بيت أمنة اللي برضو اتصور فيها أفلام جميلة وحبيناها، وده الجزء اللي عمله جاير أندرسون علشان يوصل البيتين ببعض. دي بقى الغرفة الدمشقية اللي اتصور فيها مسلسل الإمام الغزالي. الغرفة دي اتنقلت بالكامل من قصر يوسف العظمي في دمشق. وكمان السقف اللي انتوا شايفينه ده مرسوم عليه مناظر طبيعية وفاكهة وأشكال بيوت. والكتابة اللي انتوا شايفينها دي مكتوبة على الحيطان بتاعة الغرفة، دي أبيات شعر مكتوبة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم من العصر العثماني من سنة 1103 هجريا. فبصراحة لايقة على أحداث المسلسل جدا، لأن دي كانت أوضة الإمام الغزالي في المسلسل. جماعة أنا لقيت السرداب بتاع عمر أفندي، تعالى أوريهولكوا تعالى. ده عبارة عن دولاب سري علشان لو حصل أي اعتداء على البيت الستات تستخبى فيه،
لأن الدور اللي احنا فيه ده كله هو الدور بتاع الستات واسمه الحرملة. حاجة كده آخر 13 خالص. البيت ده فيه غرف كتير، كل غرفة أحلى من التانية، لازم تيجوا تشوفوه. والحجر الأزرق اللي في الممر ده الست أمنة كانت حطاه علشان الحسد، والممر بيوصل لآخر غرفة موجودة في الدور. الغرفة دي لما دخلتها حسيتها كده مريحة نفسيا، والشباك الصغنون اللي انتوا شايفينه ده بيجيب هواء تحفة وبيطل على مسجد ابن طولون. والمشرفيات دي بتبص على قاعة الاحتفالات الخاصة بالرجال تحت، علشان أي احتفالات تحصل الستات تعرف تبص منها ومحدش يكشفهم. دي بقى قاعة الاحتفالات في بيت أمنة. القاعة دي طبعا جميلة جدا جدا، اتصور فيها أفلام كتير زي فيلم توت والنبوت لما سمير صبري مات في الحتة دي. القاعة دي كانت مميزة جدا في الفيلم لأنها اتصورت فيها مشاهد كتير مهمة في أحداث الفيلم، وبصراحة المكان كان لايق جدا على الحقبة اللي اتصور فيها الفيلم. اتصور هنا كمان مشهد من فيلم الناظر، المشهد بتاع التتار، وكان علاء ولي الدين الله يرحمه قاعد على الكرسي ده. وكمان اتصور فيها مشهد من فيلم سباي وو لافد مي لجيمس بوند. هو ايه حكاية الجامع اللي لو حصلت حريقة ما يتحرقش ولو الدنيا غرقت ما يغرقش؟ وحكاية أغرب وأشهر مأذنة ملوية موجودة في الجامع ده من 1000 سنة. يلا بينا ندخل مع بعض جوه آلة الزمن واحكي لكم حكاية ثالث أقدم جامع موجود في مصر. يلا بينا. مبدئيا كده خلينا أقول لكم إن الجامع ده اتصور فيه مشاهد من فيلم سعد اليتيم لأحمد زكي، ومشاهد من فيلم الفيل الأزرق لما نيلي كريم كانت ماشية في المكان ده ورمت نفسها. أما بقى مين أحمد ابن طولون وإيه حكاية الجامع ده؟ بص يا سيدي، أحمد ابن طولون أصله تركي من أتراك وسط آسيا، من مدينة بخار اللي هي دلوقتي بنقول عليها أوزبكستان، بس هو اتولد وعاش في العراق وجي مصر علشان يحكمها سنة 868 ميلادية، وأسس الدولة الطولونية وعمل مدينة القطائع وهي العاصمة الثالثة لمصر الإسلامية. المهم بقى يا سيدي، بعد ما عمل مدينة القطائع ليه ولإدارته كان عايز يبني جامع، فجاب مهندس عراقي كان جاي معاه أصلا من العراق، مش مصري زي ما ناس كتير فاكرة أو بتقول. قال له أنا عايز أبني جامع لو اتحرقت مصر ما يتحرقش ولو غرقت ما يغرقش. وبالفعل الجامع اتبنى كله من الطوب المحروق مش من الحجارة علشان ما يتحرقش. واحمد بن طولون اختار انه يبني الجامع على قمة جبل يشكر علشان على ارتفاع عالي لو حصل فيضان للنيل ما يغرقش، وكمان علشان المكان ده كان مشهور باستجابة الدعاء لشخص اسمه يشكر ابن غزيل. ده كان راجل صالح بيسكن المكان ده ودايما دعائه كان مستجاب، علشان كده اتسمى الجبل ده على اسمه. لما أحمد بن طولون انتهى من بناء الجامع سنة 265 هجريا، جاب الناس وسألهم عن رأيهم في المسجد ولو في حاجة ناقصاه. قالوا له احنا عايزين ميضة للوضوء علشان نتوضى فيها، فعمل الميضة دي، والميضة هي مكان للوضوء. شكل العرائس اللي انتوا شايفينها دي اللي موجودة أعلى الجامع مش موجودة غير في جامع ابن طولون على مستوى العالم الإسلامي، وبيقولوا ان هي اتعملت علشان تشبيه للمصلين وهم بيصلوا، لكن مفيش حاجة بتأكد على الكلام ده. اما بقى المأذنة الملوية دي، فالمأذنة دي الوحيدة اللي في مصر بالشكل ده والتالتة على مستوى العالم، ومبنية على طراز مأذنة جامع سمراء بالعراق. واحمد بن طولون بناها بالشكل ده علشان كان متأثر بالعادات والتقاليد اللي شافها في بنى المساجد في العراق، فحب ينقلها في الجامع بتاعه. عايزة اقول لكم بقى ان طلوع المأذنة دي بيساوي 10 ادوار، فاللي هيطلع يخلي باله ان في حتة فيها السور قصير، واللي عنده فوبيا من الادوار العالية ما يطلعش، واللي بيجيله دوار ما يطلعش المأذنة، ما انصحوش ابدا، لان زي ما انتوا شايفين انا مش قادرة اكمل اصلا طلوع، واخدت فترة طويلة لحد ما نزلت لاني دخت وبطني وجعتني، فالموضوع ما كانش سهل بصراحة. طلوع المأذنة مرعب ونزولها مرعب اكتر. فاللي عنده فوبيا من الادوار العاليه بلاش يطلع. يعني انا ما عنديش فوبيا قوي، ولا كنت دايخه ونفسي غمت عليا. فخلي بالكم. جامع ابن طولون مساحته كبيرة جدا، 6.5 فدان، وتكلف وقتها 120,000 دينار. ولما الناس سألته انت جبت الفلوس منين؟ قال لهم انا لقيت كنز فقلت ابني بيه الجامع. ويعتبر الجامع ده أكبر مساحة جامع موجودة في مصر، وتالت جامع اتبنى في مصر بعد جامع عمرو بن العاص وجامع العسكر، بس ده الجامع الوحيد اللي لسه على نفس الطراز بتاعه من وقت ما اتبنى، لا بيتأثر لا بزلزال ولا حريق ولا فيضان، على عكس جامع عمرو بن العاص اللي كل حاجة فيه اتغيرت ما عدا مكان الأرض اللي اتبنى عليها، وجامع العسكر اللي ما بقاش موجود أساسا. على فكرة صورة الجامع دايما هتلاقيها موجودة في ايدك، والله زي ما بقولك كده، طلع من جيبك كده 5 جنيه وبص عليها هتلاقي الرسمة اللي عليها لجامع ابن طولون.
وبس كده خرجنا بقى بره آلة الزمن، ونقول توته توته خلصت الحدوته. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو انا عايزه لايكات كتير وفولو وشير عشان غيرك يستفاد، وتستنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، باي باي.